السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي إن شاء الله. حبيبة قلبي، لو أنت عاوزة تعملي الرز المصري وما بيظبطش معاكي إن شاء الله يبقى الفيديو ده ليك. هنعمله إن شاء الله النهاردة روعة، مستوي ومفلفل مش معجن، تحفة جدا وبطريقة تقديم شيك قوي إن شاء الله. جميل معاكي في أي مناسبة إن شاء الله. حلو قوي قوي في التقديم، مبهج كده، جميل جدا. والتسوية بقى خطيرة إن شاء الله. هنشوفها مع بعض كده بأمر الله تعالى. أول حاجة يا حبايبي إن شاء الله هنجيب كمية حلوة كده من الشعرية معانا، وهنحط عليها معلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة سمنة، ويا ريت يفضل لو سمنة متاحة بلدي سايحة تبقى جميلة جدا جدا. ديت معلقة هرمية كبيرة كده من السمنة، الجو برد وبقت متماسكة زي كده. ونحط نسبة شعرية كويسة، كل ما بتكون الشعرية كويسة بيبقى أفضل في الوصفة بتاعتنا. والشعرية نختارها ازاي؟ أفضل نوع إن هي تكون اللي هي النوع الأصفر، والحباية اللي هي الرفيعة. بتبقى جميلة جدا جدا في التسوية معانا، وما بتعجنش، بتبقى تحفة. نولع النار يا حبايب قلبي، وتفضل ايدنا كده في قلب الشعرية عشان ناخد لون موحد للشعرية معانا في التحمير ما شاء الله. يكون لون ذهبي محمر كده، تحفة جدا. ما نسيبهاش ونسهى عليها يبقى حباية محمرة وحباية محروقة وحباية نية، لا، عاوزينها كلها لون موحد بالشكل ده كده ان شاء الله. تفضل ايدنا فيها باستمرار، ومع المادة الدهنية تكون مظبوطة، نسبة وتناسب كده، بصراحة بتبقى جميلة جدا جدا. وانا بحمر الشعريه، قبل ما احمر الشعريه اكون غاسله الرز بتاعي جنبي عشان ما احمرش الشعريه واروح اغسله، هتتحرق معايا حتى لو طفيت النار. الماده الدهنيه هتكون سخنه تحرق معايا الشعريه. واكون حاطه الكتل بيغلي فيه ميه او براد على النار، او شوربه عندي لو عندي شوربه، بس في كل الحالات تكون الميه او الشوربه تكون مغليه معايا. ابدا لما اخدت اللون اللي انا ما عاجبني كده في الشوربه، في الشعريه معذره، احط بقى كده الرز. واهم حاجه يا حبايب قلبي اشوح الرز كويس جدا جدا، شويه حلوين كده مع الماده الدهنيه والشعريه. واحط كده معايا معلقتين اتنين صغيره من الملح، وما كترش الملح يا حبايب قلبي عشان ايه ادقه. وبعد كده اقدر اعالج لو احتجت، ما ازودش عشان ما يبقاش حادق منه وما اعرفش اعالجه. هنفرض ان جه حادق شويه، ممكن تقطعي بطاطسايه كده وتحطيها في قلبه، هتقلل معاك وهتظبط معاك الملح. اهم حاجه ان انا اشوحه بالملح والماده الدهنيه والشعريه كده مع الرز شويه حلوين كده. لما يسخن كويس جدا جدا ابدا اضيف الميه المغليه او الشوربه. وفي كل الحالات يا اما اعرفها ازاي، ممكن تبقى الشوربه او الميه عقل كده فوق الرز، عقله صباع. او احط المعلقه بالشكل ده في نص الحله تقف معايا، يبقى كده الرز الميه بتاعته مظبوطه بالظبط، او الشوربه. هدي عليه اول ما يغلي يا حبايب قلبي، وطبعا هيغلي على طول عشان الميه بتاعتي او الشوربه كانت مغلية. أغطي عليه أول ما يبدأ يتشرب كده، أو أهدي النار جدا جدا وأسيبه يتشرب. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده استوى تحفة جدا. مش معجن معايا، مفلفل كده تحفة. بقى أخد معايا يا حبايب قلبي تسوية من 10 دقايق لربع ساعة بالظبط. ما تحطيش أكتر من كده، وما تزوديش المية عن كده. لكل كوباية رز مصري بياخد، لو هنعاير بالكوباية، كوباية مية أو كوباية شوربة بالظبط. وطريقة التقديم بقى دي يا حبايب قلبي، أي قالب عندك أو أي فورمة بتفضليها أو بتحبيها، لو في عندك مناسبة بقى هيشرفك جدا بالطريقة دي. أحط فيها أدهن القالب كده سمنة سايحة أو زيت يكون ريحته حلوة بالفرشة كده، وأحط الرز فيه وأضغط عليه كويس جدا جدا، وأقلبه بقى كده في طبق التقديم معايا تحفة مع أي صوص أو خضار عندي. بسم الله ما شاء الله، بيبقى مبهج جدا جدا، حاجة تحفة. ونزينه كده بعود من الريحان أو أي حاجة تكسر اللون بقى معانا كده، تحفة يا حبايب قلبي. جربيه كده وما تنسليش من الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.